السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل سويت اند ساور تشيكن بجد بأسهل طريقة وبطريقة حلوة جدا. يلا نشوف الطريقة. أول حاجة عندي قطع من صدور الدجاج ومتقطعة مكعبات، وانزل عليهم بالفلفل والملح وكمان بيضة واحدة بس. هقلب كويس الخليط. بعد كده عندي دقيق ونشا في طبق بكميات متساوية، أقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده أنزل بقطع الدجاج وأغلفهم كويس بالدقيق والنشا. وفي زيت ساخن أنزل بقطع الدجاج عشان تستوي في الزيت. ودلوقتي في طبق أنزل بكميات متساوية من الصويا صوص والكاتشب والخل. دلوقتي أنا نزلت بربع كوباية صويا صوص وربع كوباية كاتشب وربع كوباية خل، وهنزل عليهم بمعلقة سكر كبيرة. أقلبهم كويس. وطبعا كل ما أزود كميات الفراخ بزود الكميات اللي في الخليط وبرضو بالتساوي. وفي طاسة على النار أنزل بمعلقة زيت وعليهم فلفل ألوان وكمان بصل، لكن أنا ما ضفتش البصل لأن احنا مش بنحب البصل في الوصفة دي. أنزل بمعلقة توم أو فصين أو 3 فصوص من التوم، أقلبهم كويس وأنزل بالفراخ بعد ما اتحمرت. أنزل بعد كده بالخليط. أسيبهم شوية في الخليط عشان يتشربوا منه. وبعد كده طبق فيه نص كوباية مية ومعلقة نشا وأقلبهم كويس جدا. وأنزلهم في الطاسة أقلب كويس جدا وبرضو أسيبهم شوية عشان يتشربوا. ولما اجي اقدمه ممكن احط عليه شوية سمسم وبس كده. جربوا السويت اند ساور تشيكن بطريقتي. لو عجبتكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي. مع السلامة.